اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. اول حاجه بس حابه كده ان انا اعتذر لكم على التاخير عليكم في تنزيل الفيديوهات. انا بعتذر جدا جدا، معلش يعني انا اسفه. على فكره مش اول مره اعتذر، يعني هي تاني مره وتالت مره وان شاء الله تكون اخر مره. هحاول ان انا انتظم في تنزيل الفيديوهات بتاعتي ان شاء الله بس ادعولي بس انتوا. آه، كنت يعني مشغولة شوية فكريا، ما كانش يعني الحمد لله في حاجة، يعني ما تقلقوش، يعني حبايب قلبي اللي سألوا عليا ربنا يخلوكوا يعني ويجازيكوا خير. ما كانش في اي حاجة والله، انا كنت بس مشغولة فكريا مش اكتر، ما كنتش عارفة اصور بس. فالمهم بقى النهارده حلقتنا بسيطة وسهلة وسريعة، ما فيهاش اي افتكاسات خالص. بس اتمنى لو انت تطلعي منها لو معلومة صغنونة قد كده. تمام. معانا بقى حبايبي بطتين كده حلوين، غسلهم حلو قوي ونقعهم في محلول النقع بتاعهم. معلقتين من السكر ومعلقتين من الملح وعصرة ليمونة لمدة لا تقل عن ساعة. البطايه بصوا من جوه عامله ازاي، لازم طبعا نشيل منها اي حاجه مش مرغوب فيها. طبعا احنا غاسلين البط كذا مره في القناه مع بعض، وعارفين ان احنا بنشيل الدم المتجمد والفشه واي دهون فيها، وبنغسلها كويس جدا بملح وليمون ودقيق، وبننقعها في محلول النقع بتاعها زي ما احنا قلنا. بصوا البطايه عامله ازاي، لازم تكون كده زي الفل من جوه. واهم حاجه ما يكونش فيها ريش صغير خالص يعني، ولا بصوا ذره ريشه فيها لازم البطايه تبقى زي الفل زي ما انتم شايفين. وهشطب بقى التانية من محلول النقع بتاعها برضو، وهنا مع حلتين على نار فيهم مية مغلية، ونزلت بيه بصلاية وجزراية وطماطماية في كل حلة منهم، وبعد كده نزلنا فيه بالبطة بتاعتنا. تمام كده. تمام. بعد كده حبايبي بقى اي ريم بقى بيبدأ يظهر كده، بنبدأ ان احنا نشيله اول باول. يعني لو ريم طلع كده، هو مفيش يعني بصراحة ريم كتير طلع من البطاية يعني، بس انا بحاول اشيل كده اي ريم بيطلع منها بالشكل ده. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنبدأ بقى حبايبي نقلبها كده على الناحية التانية، وبعد كده هننزل بيه ورق اللوري والحبهان، ولو عندك فصين من المستكة. وهنبدأ ننزل بيه يعني حوالي معلقة صغيرة من الفلفل الأسود في كل حلة يعني. تمام. وهسيبها بقى تاخد غلوتين، وبعد كده هبدأ ان انا ارجع تاني احط الملح بتاعنا. لو انت حابة تحط الملح دلوقتي مفيش اي مشكلة. هبدأ بقى هنا في حلة تانية فيها زيت، معلقتين 3 من الزيت و3 معالق كده من السمنة او الزبدة. وهبدأ ان انا انزل بالشعرية بتاعتي، وهقلب الشعرية كده. وطبعا مش بغسل الرز خالص الا لما الشعرية تبدأ يعني تاخد نص تحميرة كده ويبدأ لونها يتغير، ابدأ ان انا اروح اغسل الرز بتاعي. هنا بقى بحط الملح وهوطي على البط بتاعي وهغطي عليه واسيبه على نار كده هادية يستوي براحته. في الوقت ده بقى هروح اغسل الرز بتاعي. بص بنوته حبيبتي بقى ربنا يخليها لي ويخلي لكم ولادكم جميعا، دخلت بقى تقول لي عايزه حاجه يا مامي، قلت لها قلبي لي الشعريه. هنا بقى الشعريه خدت اللون الجميل ده، كنت غسلت الرز وصفيته. هنزل بالرز بقى يتشوح كده تشويحه حلوه جدا جدا مع الشعريه. وبعد كده هننزل بيه الملح، وبعد كده هنزوده بميه مغليه. الميه المغليه بتبقى زياده عن الرز بسنت ونص كده، يعني فوق الرز بسنت ونص. هنبدأ بقى ان انا انقله على عين عالية كده لحد ما تشرب المية بتاعته. وبعد كده هرجعه تاني على العين الصغيرة، وهوطي عليه هغطي عليه يعني بقى اهي واسيبه يستوي براحته هنا بقى القلقاس يا حبايبي، هنشيل الحتة اللي فوق ديت مش عايزينها خالص، وبعد كده بقطعه دوائر او طرنشات زي ما انتم شايفين. وتكون يعني مش سميكة أوي ولا رفيعة أوي، علشان المكعبات بتاعة القلقاس ما تبقاش يعني رقيقة تتهرى معانا في الشوربة، ولا كبيرة كده ومقلبظة يعني. تمام. دي أسهل طريقة لتقشير القلقاس، بتقشر معاكي بكل سهولة. أهم حاجة البلانشة ما تكونش طبعا مبلولة مية، علشان المادة اللزجة اللي في القلقاس يعني ممكن يعني لازم البلانشة تكون ما فيهاش مية نهائي، ولا السكينة بتاعتك، علشان القلقاسية ما تتزحلقش منك لا قدر الله وايديكي يعني يحصل لها حاجة. تمام يا حبيبة قلبي. ده اسهل طريقة لتقشير القلقاس. هنشيل بقى القشر وطبعا نغسل البلانشة بتاعتنا وننشفها، ونرجع بقى نقطعه مكعبات كده، تكون يعني مش صغيرة أوي ولا كبيرة أوي. تمام. طب انت لو حابة بقى تخزنيه في المرحلة دي، هتنشفيه بعد ما تقطعيه بالشكل ده،
مكعبات، بتحطيه في فوطه كده نظيفه بتاعه مطبخ، وتنشفيه كويس جدا او تمسحيه من الماده اللزجه اللي عليه. تمسحيه مره واتنين كده، عشان كمان لو في اي اثر من مكان القلقاسيه من بره، او في حاجه يعني لمست القلقاسيه من جوه، طبعا بننضفها كويس جدا. وبعد كده بتعصري عليها عصرة نص ليمونة، وبتعبيه في أكياس التخزين وتحطيه في التلاجة. دي طريقة من طرق التخزين. والطريقة التانية اللي هعمله معاكم دلوقتي، اللي احنا هنعملها بالمية المغلية. بعد ما نقطعه مكعبات كده متوسطة، ما تكونش كبيرة أو ولا صغيرة، هنبدأ ان احنا نحط عليه مية مغلية، يعني مرتين تلاتة. يعني مية مغلية كده مرتين أو تلاتة، ونسيبهم في المية. يعني احنا هنحطه في المية دلوقتي، وهنسيبه في المية بتاع 5 دقايق. وبعد كده بنصفيه من المية وبنحط عليه مية تانية. يعني العملية دي بتتكرر مرتين تلاتة. وبعد كده بنبدأ ان احنا، لو انت عايزة تخزنيه بقى، بتعصر عليه نص عصرة ليمونة، وتسيبيه يهدى خالص مكان المية يعني السخنة، وتحطيه في اكياس تخزين وتحطيه في التلاجة. دي الطريقة التانية للتخزين. دلوقتي بقى حبايبي بنشيل، طبعا البط بتاعنا كان استوى، هنشيله من الشوربة. تمام كده. طبعا الشوربه بقى اللي باقيه دي، انا مش هرميها، لان كميه الشوربه بسم الله ما شاء الله حلوه كبيره كتيره. يعني هسيبها تهدى خالص. بعد كده هاخد شويه للقلقاس، هسوي فيهم القلقاس. ولما الشوربه بتاعتنا تهدى خالص وتبرد، هعبيها في اكياس تخزين وهحطها في الفريزر، وهقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. هنا بقى حبايبي بغسل القلقاس، بحطه في ميه سخنه. سبته بقى حوالي 5 دقايق في الميه السخنه دي. قلبته بس بالسباتيلا كده حلوه، علشان طبعا الميه مغليه مش هينفع تحطي ايديكي فيها. وبعد كده يعني دي المره التانية بقلبه كويس جدا كده، كويس بالسباتيلا. وبعد كده بصفيه في المصفى، وهغسله كمان تالت مره. تمام كده يبقى معانا زي الفل وجاهز ان احنا نطبخه. دي بقى لو انت عايزه تخزنيه كده تمام قوي. هتسيبيه بقى في المصفى، وتعصري عليه نص عصره ليمونه، وتسيبيه يهدى خالص، وتحطيه في اكياس. هنا بقى حبايبي بصفي الشوربه بتاعتنا جميله جدا زي ما قلت لكم. يعني انا بحب شوربه البط، علشان كده انا بحطها في اكياس تخزين وبحطها في الفريزر. بستخدمها في ايه يا حبيبتي بقى؟ لو انت عندك محشي عايزه تزودي بيه، عايزه تعملي ملوخيه، عايزه تعملي صينيه رقاق، بتطلعي كيس كده من الشوربه بتاعتك، تدفيه على النار وتبداي تشتغلي بيه. بيبقى عندك الشوربه بجد بتنفع. لو انت حتى هتزودي بيه الرز، لو انت بتحمري الرز كده بشعريه، وهتطلعي كيس كده تغليه وتزودي بيه الرز، فجميله جدا جدا. تمام. هنا بقى حبايبي البطه بتاعتنا، حطينا معلقتين من الزيت، وحطينا معلقه من دبس الرمان اللي احنا كنا مخزينه مع بعض، ونص معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من الملح. بصوا البطيه دي نسيت ان انا احط الجناحات بتاعتها وراها زي البطه التانية فشلتهم كده بالشكل ده. قلت ايه الشكل الغريب ده؟ وبعدين يا حبيبي، لو عندك كمان معلقه من عسل النحل الابيض، جميل جدا، بيدي لمعه بقى ولون جميل جدا جدا للبط. وكمان لو عندك معلقه من الصلصه. بنقلب كل ده مع بعض وبندهن بيه البط. وفي الوقت ده كنت مولعه الفرن درجه حراره 180 من تحت، وحطيته على الشبكه. سخونيه الفرن هتحمر لك البط من فوق. تمام كده. هنا بقى الميه كانت غليت بتاع القلقاس، نزلنا بالقلقاس. وحاسبي طبعا وانت بتنزلي بالقلقاس واحده واحده، لان طبعا الشوربه بتغلي، علشان يعني لا قدر الله حفاظا على ايديكي. وكمان الشوربه طبعا ما تبهدلكيش البوتاجاز. هنا السلق والكزبره دول اللي كنا مخزنهم مع بعض، انجز معايا جدا جدا. يعني انا بحب كمان وانا بخزن السلق والكزبره، بحب ان انا اكتر شويه، بحيث ان هو يبقى جاهز معايا في الفريزر. القلقاس لو خلص مش مشكله خالص، هجيب زي ما انتم شايفين كده، وهقطعه وهغسله بالشكل ده، وهيبقى معايا السلق والكزبره جاهز، هينجز معايا وقت كبير جدا. بصوا بقى البط لونه جميل جدا جدا، وطلعته من الفرن بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وهنا بقى الرز كان استوى. وبحب كمان ان انا اغرف الشوربه في موجود بالشكل ده بصراحه. وحبايب قلبي اللي عارفيني يعني، او قريبين مني جامد، لما بروح عندهم او يعني عارفين ان انا بشرب الشوربه بالشكل ده. بتحبي بقى تعصري عليها ليمونه، كل واحد ليه كوبايته كده. بحب قوي يعني الحركه دي بصراحه. هنا بحط بقى شويه بقدونس كده على البط بتاعنا. وعندي طبعا فلفل الوان كنت مقطعاه كده. والقلقاس كان استوى معايا بقى زي الزبده زي ما انتم شايفين. وعملت شويه سلطه خضراء وشويه شيبسي. وكانت اكله لذيذه وسهله وسريعه، واتمنى تعجبكم يا حبايب قلبي، وتقولي في تعليقاتكم الجميله. واشوفكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله.